السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هقدم لكم النهارده غريبة الفانيليا. الفيديو ده متصور من تاني يوم العيد، يعني كان المفروض هينزل من بدري شوية، بس كان فيه مشكلة في التليفون فمعلش، اما صلحت المشكلة نزلته لكم. يعني عملنا قبل كده الغريبة بالشوكولاتة لأول مرة طبعا على قناة بنت العمدة أم يوسف، والأول مرة حصري عندنا، محدش عمل الغريبة بالشوكولاتة قبلنا. المرة التانية عملت لكم الغريبة بالبرتقال، حصري برضو أول مرة عندنا. وبعد كده هعمل لكم المرة دي الغريبة بالفانيليا. طبعا الغريبة بالفانيليا ناس كتير عارفاها وناس كتير بتعملها. معانا المكونات: حطينا كوبايتين سكر بودرة، كوبايتين صغيرين سكر بودرة، كيس فانيليا اهو قدامكم، يعني السكر ده حوالي ربع كيلو. عملنا كوبايتين صغيرين سكر بودرة، و3 كوبايات سمنة ساقعة من التلاجة اهو، ودقيق، يعني معانا احنا حوالي كيلو دقيق، بس ما عيرتش الدقيق طبعا، حطيت منه لحد ما العجينة اتلمت، يعني استكفت كده. الكيلو السمنة ده كان في التلاجة بقاله 3 ايام، فمجمد ساقع ساقع يعني في التلاجة. فانا عشان ما سيحوش، والغريبة بتتعمل اصلا بسمنة ساقعة، فانا جبت الكيلو زي ما هو كده، قسمته بالسكينة نصين، حطيت نصه على العجينة، يعني نص كيلو سمنة على كوبايتين سكر بودرة، وهحط لهم دقيق لحد ما تبقى عجينتهم حلوة. تمام يا حبايبي اهو. قطعت السمنة بالمعلقة، قطعتها اجزاء كده، وبعدين بايدي بقى، وفضلت ادوب السكر مع السمنة لحد ما بقى قوامه فومي كده، عامل زي قوام الكريمة او زي قوام الكريم شانتيه، شايفة اهو. من كتر ما انا قعدت اضرب فيه وادوب فيه بقى شكله بالشكل ده، عامل زي كريم شانتيه. في المرحلة دي بقى تقدري تضيفي الدقيق تدريجي، بس ما تضيفيش الدقيق مرة واحدة عشان العجينة ما تنشفش منك. ضيفي تدريجي لان ممكن ما تاخدش كل الدقيق، او حط شوية عجين وتلمي، حط شوية دقيق قصدي وتلمي العجينة. شايفين؟ ما تنسوش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. الباقيات الصالحات ثواب، بتاخدوا ثواب، بتاخدوا حسنات، وتتكتبوا من الذاكرين. ان انتي طول ما انتي بتذكري الله في الارض، الملائكة بتذكرك في السماء في الملأ الاعلى، فيقولون يا ربي ذكرك عبدك فلان. شوف انتي بقى بتبقى قاعدة في الدنيا ويتذكر اسمك في السماء، فسبحان الله. وذكر الله بيطمن الواحد وبيونسه. والحاجة اللي انتي بتعمليها بإيدك، الحاجة المخبوزات أو الأكل أو الحاجة اللي انتي بتشتغليها في البيت، يعني بيطلع فيها بركة سبحان الله. أنا جربت الكلام ده، جربوا وقولوا لي رأيكم أهو. ولا يجرب مع الله سبحانه وتعالى. شايفين الغريبة؟ العجينة اتلمت. بعد كده حسيت الغريباية اللي أنا عملتها شكلتها حسيتها طرية شوية، فضفت 3 معالق دقيق تاني ولميت بيهم العجينة لحد ما العجينة تبقى حلوة، يعني ايه ما تبقاش تلزق في ايدك. شايفة؟ وحطيت 3 معالق دقيق. هو في التصوير جاية معلقة واحدة، بس انا حطيت 3 معالق، يعني انا حطيت 3 معالق بس فيهم حاجة اتمسحت في المونتاج. هما 3 معالق، اتلمت العجينة وما بقتش تلزق في ايدي كده، بقت حلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده العجينة خلصت معانا، والعجينة كانت ساقعة لأن السمنة مجمدة في التلاجة، فمخليها العجينة جميلة ماسكة نفسها كده وناشفة. في الوقت ده تكون انتي أو قبل ما تبدأي أصلا تعملي الغريب، هاتي الصاجات بتاعتك اغسليهم وحطيهم ينشفوا، يعني اغسليهم وحطي مثلا قماشة أو جلابية أو حاجة وحطيهم عليها، وسيبي المية اللي فيهم تتصفى، أو خليهم على الحوض تتصفى المية اللي فيهم وينشفوا خالص، وما تدهنهمش سمنة او زيت او اي حاجة.
لان هي العجينة فيها كمية سمنة كبيرة، مش هتلزق فيها، مش هتلزق في الصاج. تمام. جربي الغريبة بالذات ما بندهن لهاش الصاج سمنة. بعد كده تشكلي هتخلصي العجين كده وتغسلي ايدك من العجين وتنشفيها برضو كويس، وتيجي تكوري الغريبة وتشكليها بالشكل ده. تعمليها دوائر حلوة كده، عايزة تعملي حجمها كبير، عايزة تعملي حجمها صغير، بس عامة كل ما حجمها كان أصغر كل ما شكلها بيبقى أشيك وأجمل. تمام. يعني أنا لحد دلوقتي عاملة الغريبة كذا مرة، عشرات المرات ومئات المرات، في كل مرة أصغر حجمها بتطلع أحلى من اللي قبليها. أيوة هتقولي عاملاها على القناة، مش عاملاها على القناة 100 مرة ولا 10 مرات على القناة، لأ أنا عاملاها قبل كده من قبل القناة بكتير. أنا بعملها في البيت عندي عادي، وبرضه في البلد كنا بنعملها، فبتطلع تحفة. ويا سلام بقى اما تعمليها في فرن الخبيز اللي في البلد، الفرن اللي بالقش، يا لهوي تبقى تحفة. والحمد لله على كل شيء. برضو يعني بنحاول ان احنا ما نحرمش نفسنا من حاجة، على قد امكانياتنا نعمل حاجاتنا برضه. يعني في فرن البوتاجاز ماشي، في فرن الخبيز ماشي، في الفرن اللي بره ممكن تعملي في صاج كبير وتوديها في الفرن الفينو يخبزهولك. الله اكبر، الله اعلم. في الوقت ده وقفنا التسجيل عشان كان اذان العصر بيأذن، وبعدين كملنا. بعد كده خلصنا تشكيل الصاج، قطعنا الغريبة كلها. وتجيبي بقى كور الشوكولاتة دي، انا شاريها من عند العلاف، يعني جيبي كمية كده ب5 ب10، بيديكي حبة حلوين كده يملوا مثلا كوباية الشاي. بس شكلهم على الغريبة بينطقها، يعني بيخلي شكلها حلو قوي، على قد ما هي صغيرة بس بتديها منظر حلو. خلصت الصاج كله وشكلتيه وحطيتي له في ناس بتحط له زبيب، في ناس بتحط له فرماسيلا، في ناس بتحط عليها مربى، الشكل اللي انت عايزه تحطيه على الغريبه حطيه. بعد كده بقى التركه اللي بتخلي معاكي الغريبه ماسكه نفسها وما بتفرولش وجميله وما بتتحرقش معاكي في الفرن، بعد ما تخلصي الصاج كده تدخليه في التلاجة. في التلاجة يا ام يوسف؟ ايوه تدخليه في التلاجة. فضي رف عندك في التلاجة وحط الصاج فيه لمدة ربع ساعة. عدى الربع ساعة تكون الفرن عندك سخنت، تولعي الفرن لمدة 10 دقايق كده أو 7 دقايق تسخن كويس، وتجيبي الصاج من التلاجة. انت عارفة مجرد ما تطلعيه من التلاجة لو مسكت الغريبة كده هتلاقيها ماسكة نفسها كأنها حتة حجر كده، مش بتتفرول ولا صابعك بتعلم فيها. تاخديها وهي ساقعة كده تروحي مدخلاها الفرن، سيبيها لمدة 10 دقايق، تاخد من تحت اللون الوردي كده، يعني ما تحمرش قوي، اللون الوردي كده او الذهبي ده، ودوسي كده على وشها تلاقيها يعني مسكت نفسها شويه، وتروحي مطلعاها في الهواء. في الوقت ده تكوني الصاج التاني خلصتيه وفي التلاجة برضو، او خلصي الصاجين يا ستي وحطيهم في التلاجة. عدى ربع ساعة اقوم اولع الفرن واخدهم الصاج الاولاني اخبزه، وبعدين اجيب الصاج التاني. تطلع معاكي ماسكة نفسها ولونها وردي من تحت وجميلة كده زي ما انتوا شايفين، وتسيبيها تبرد وبعدين ترصيها في اطباق التقديم. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. ما تنسوش اللايك الحلو منكم والاشتراك في قناتي بنت العمدة أم يوسف. وبألف هنا وشفا على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.